السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تورتاية الفادج القمر دي و6 كوبات. كل ده هنعمله من 2.5 كوباية دقيق و2 بيضة. طبعا لو انتي اول مرة تشوفيني، انا دعاء ابراهيم ودي قناتي لتعليم التراث والحلويات والمعجنات. يلا مع بعض نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفيديو. طبعا ما تنسوش يا بنات اللايك للفيديو واشتراك لو انتي مش مشتركة. انا معايا هنا في شفشق الخلاط كل حاجة كده في شفشق الخلاط. عملت معاكم كيك الفادج قبل كده كذا مرة بصراحة. حطيت هنا 2 كوباية سكر، تمام، وبعد كده هحط 2 إلا ربع زيت. وهسيب لكم المقادير كلها ان شاء الله في صندوق الوصف. لو ضغطتي على العنوان هيظهر لك صندوق الوصف. معايا دي ازيد من نص كوبايه ميه، ازيد يعني معلقه، تمام. وهنا 2 بيضة حجم كبير. لو البيض حجم كبير حطي 2 بيضة، لو صغير حطي 3 بيضات، تمام. وهحط هنا فانيليا سايلة، فانيليا سايلة بتبقى حلوة قوي مع البيض. واحط هنا بصوا دي معلقة صغيرة خالص نسكافيه او نص معلقة صغيرة نسكافيه، بتديها ريحة وطعم حلو قوي. ضربت كل ده كده في الخلاط حلو قوي، وبعد كده نزلت بيه في بولة. ومعايا هنا دقيق 2.5 كوباية دقيق نخلتهم. والمفروض طبعا بنحط نص كوباية كاكاو او ما يعادل 3 معالق كبار مليانين كاكاو. دي نص كوباية هنا بوريها لكم، حطيت الكوبايتين وده النص انا بنخله. وهنا حطيت رشة ملح، واحط هنا معلقتين. انا حطيت هنا حوالي معلقتين ونص، يعني ما كانوش مكملين معايا 3 معالق كبار. فانتي حطي حوالي ما يعادل نص كوباية كاكاو على المقدار ده، اللي هو 3 معالق كبار مليانين هرميين كده. حطيت معلقتين نشا وقلبت كل مواد الجافة مع بعض. وبعد كده حطيت الخليط بتاعي، نزلت بيه على مرتين وقلبته طبعا المواد الجافة على المواد السائلة وقلبتها كده. وبعد كده جبت كوباية مية سخنة بتغلي، نزلت بيها على مرتين. واخر حاجة خالص هحطها كيك شيف. وكيك شيف ما ينفعش احطه في الاول علشان خاطر بس المية السخنة بتغلي، علشان بس ما يطليش المفعول بتاعه، فانا بحطه في الاخر. وبعد كده بصوا دي حوالي ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ومعلقة كبيرة كده حلوة مليانة خل، عشان هي اللي بتخلي الكربونات يشتغل معانا وبتدي الكيكة هشاشة كده بتكون حلوة قوي. جبت صاج، الصاج ده كبير مقاسه تقريبا 37 في تقريبا حاجة و40 تقريبا هو حجمه كبير. المهم حطيته ودخلته الفرن، اخد معايا تلت ساعة على درجة حرارة عالية طبعا في الاول، وبعد كده ظبطتها على 180. بصوا انا بوريكم هنا الكيك ما شاء الله مستوي الخل اهي. بعد كده انا سبته يبرد خالص. والكيك هش وطري جدا جدا. الكيك ده لوحده طعمه تحفة قوي قوي. انا عملت معاكم منه قبل كده جاتو، وعملت معاكم منه قبل كده الديسباسيتو، وعملت طواجن فادج. كل ده هتلاقوه موجود على القناة، وهسيب لكم الروابط بتاعتها ان شاء الله في صندوق الوصف. جبت حلة، دي الحلة دي مقاس 20، هي حلة التورت. وخدت المقاس، انا كنت عايزه اعمل التورتايه مقاس 20. اخدت المقاس كده وعملتها بالسكينه عشان اشوف المقاس، وبعد كده قلبتها عشان اعرف اشيلها من ورق اللي انا حطاه ده، ورق السندوتشات او ورق الحواوشي. بتشتريه من محلات مستلزمات الاكياس والكبات والعلب، سعره بيكون رخيص. بعد كده هبدا اطلع الكيك بتاعي، الطبقات اللي انا سويتها او طلعتها. بصوا انا بوريكم الكيك حلو قوي وهش وجميل جدا. هطلع معايا 3 طبقات، هي طلعت معايا هنا مقاس 3 طبقات بالمقاس 20. تمام. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا بنات ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش لايك للفيديو. ولو انتوا طبعا مش مشتركين في قناتي وبتسمعوني لحد دلوقتي اشتركوا في القناة. بعد كده جمعت بقى بواقي الكيك كده، وخدت مقاس كمان طبقة عشان اعملها 4 طبقات. بصوا انا عايزة اوريكم الكيك هنا عامل ازاي. شايفين الكيك ما شاء الله، والله الكيك طعمه لوحده حلو قوي قوي بجد. بعد كده خلاص معايا دول ال3 طبقات، ودي الطبقة اللي انا مجمعاها مع بعض اللي هي في الطبق ده. وده بواقي الكيك، ودي الطبقة الرابعة اهي. وده بواقي الكيك اللي هنعمل منه ال6 كبات الترافل. خلاص كده يعني مش بنهدر اي حاجة خالص. طبعا ضربت هنا كوباية، طبعا كل ده اخد معايا بالظبط 2 كوباية كريمة، تمام. ضربت اول كوبايه كريمه هنا وكريم شانتيه، وعليها طبعا معلقتين لبن بودر و3 معالق كريم باستري و3 معالق سكر. ضربتهم كويس، وبعد كده نزلت بمعلقتين كاكاو، لو حابه تحطي جنيش دي حاجه ترجع لك انتي، او نوتيلا. تمام. معايا هنا الكيك حطيته، معايا خليط التسقيه اللي انا بسقي بيه ده كوبايه لبن عليها رشه نسكافيه وعليها فانيليا وسكر، وقلبتها وحطيتها معايا هنا عشان اسقي بيها الكيك. الكيك اصلا هش جدا ومش محتاج ان انتي تسقيه كمان والله. بعد كده بقيت احط الطبقات بتاعتي، وطبعا كل طبقة بحطها لازم تضغطي عليها
وبسقيه وبحط الكريمه، ولو حابه تحشي بقى اي حشوه دي حاجه بترجع لك انتي. تمام. هخلص بقى معايا الاربع طبقات كلهم كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها. وبعد كده حبيت بس ان انا اسوي الكيك، لاني حسيت ان الكيك يعني بصوا مش متساوي. انتي بقى بتشوفي الحاجات دي كلها بالنظر. سويت الكيك معايا هنا وشلت كل ده. كل اللي طلع ده ممكن تعملي منه كب كمان على فكره، او الاولاد عندك بياكلوه بيكون حلو قوي، طعمه تحفه بجد. خلاص كده هبدأ بقى احط اخر شوية كريمة معايا. هبدأ بس اجلس التورتيه كده عشان الفرافيت بتاعه الكيك، ودخلتها التلاجة قعدت حوالي ساعتين او 3 ساعات. وبعد كده طلعتها وضربت كريمة تانية، وكان باقي معايا شوية كريمة صغيرين، حطيت ده على ده وضربتهم كده. وهبدأ اجلس التورتيه بتاعتي، حطيت شوية كريمة حلوين عليها، وبدأت بالسكرابر ده اشيل بقية زوايد الكريمة اللي انا حطاها، واشوف الاماكن اللي مفيش فيها كريمة واحطها. وبعد كده جبت الاسكلابر اللي هو اللي زي المشط ده او الزجزاج، عشان اعمل ليها الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو الشكل النهائي ده. وحطيتها في التلاجة تسقع شوية قبل ما اعمل الكبات. بصوا البولات دي او الكوبايات دي كوباية الايس كريم 2 بولة، بتشتريها كده من محلات برضو المستلزمات اللي هي الورقية والاكياس والحاجات اللي زي كده، بيكون حلو قوي. بتعملي فيها بقى ايس كريم او تعملي فيها كبات زي كده. حطيتها طبعا وسقيتها بنفس خليط التسقية اللي احنا عملناه سوا. وده جنيش، الجنيش عملته معاكم على القناة قبل كده. عملت الجنيش وهبدأ انزل عليها بقى اعمل درب كده بس من الجناب، وبعد كده احط عليها جنيش من فوق، شوكولاته من فوق. والتزيين ده حاجه بترجع لك انتي، حسب بقى ما انتي حابه تزيني التورتيه بتاعتك. بس طبعا بما اني دي تورتيه فادج فده انسب حاجه ليها، شوكولاته بقى كلها، فده انسب تزويق ليها. فهبدأ بقى احط عليها كلها كده من فوق جنيش. خلاص دخلتها على فكرة التلاجة سقعت شوية عشان اعرف اعمل عليها الروزتات بعد ما حطيت الجنيش، لان الجنيش كان دافي حاجة بسيطة. بعد كده سبتها في التلاجة حوالي 10 دقايق على فكرة، وطلعتها علشان اعرف احط الروزيتا، عشان الروزيتا تثبت عليها. ما ينفعش تحطي الجنيش سايل وتحطي الروزيتا على طول، غلط على فكرة. خلاص كده خلصتها. وبعد كده حطيت شوية كريسبيات بسيطة، وكان دي اللي هو التوت الاحمر ده علشان ينطقها بس شوية. وهحط توبر هنا هابي بيرثداي داي. وفي الروزيتات حطيت كريسبي ابيض. وخلاص كده التورتيه القمر بتاعتنا خلصت. واحط شويه كريسبي ابيض برضو في قلبها كده من جوه. وخلاص ما تنسوش يا بنات اللايك للفيديو بالله عليكم، اللايك للفيديو. وبعد كده حطيت هنا روزيتات داير ما يدور. ممكن بقى تحطي كريسبي، ممكن تسيبيها ساده زي ما انتي عايزه. انا عملت لها كده روزيتات داير ما يدور من تحت. وخلاص كده التورتيه القمر بتاعتنا خلصت. وبقيت الكريمه اللي معايا، طبعا انا زي ما انا قلت لكم استخدمت كوبايتين كريم شانتيه. بقيت الكريمه اللي معايا هبدا احطها هنا، واتبقى شويه كمان منهم على فكره، يعني اتبقى شويه كريمه كمان من كوبايتين الكريم شانتيه. عملت معايا التورتيه و6 كبات، واتبقى حبه كريمه محترمين كده. خلاص كده هجيب بقى الجنيش، بقيت الجنيش اللي معايا الجنيش ده كله قالب شوكولاته سما اللي استخدمته على نص كوبايه ميه زي ما انا قلت لكم. كفى معايا التورتيه والكبات، وبقى شويه جنيش كمان. يعني الموضوع ان شاء الله مش هيكون مكلف معاكي، هتجيبي بس الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، حاجات بسيطه هتعمل معاكي التورتيه وهتعمل معاكي ال6 كبات. وخلاص كده عملت لها روزيتات داير ما يدور، او ممكن تسيبيها كده ساده وتحطي عليها شويه كريسبيات. بس انا عشان بما اني معايا كريمه متوفره فحبيت اعمل لها روزيتات من الكريمه، وحطيت شويه كريسبيات بقى كده زي ما انتم شايفين عشان تنطقها بلونها الجميل ده. حلو قوي تعجب الاولاد كمان. بس كده وخلاص يكون التورتيه بتاعتنا وكبات القمر خلصت. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك لقناتي، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.